السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. إيه لو انا عاوز اتعلم لغة او اتأسس فيها او ابدأ فيها من الاول خالص، مع ان انا اصلا يعني المجال بتاعي مش في اللغة، بس انا عاوز يعني كهواية او مثلا عايزة اسافر المانيا او اعمل اي حاجة. وانا داخلة الكلية كان نفسي حد يقول الكلام ده، ولكن للاسف يعني هو اتقال متأخر، بس هنقوله لكم برضه. إيه اول حاجة يا صديقي، تمام، هنصحك بيها انك تسمع كتير قوي 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 قوي. يعني بص، لو انت قادر انك تسمع طول النهار اسمع، طول اليوم اسمع. ليه؟ ان الانسان ابن ما يسمع. يعني لو انا خدت ان الجمله دي بتتنطق كده خلاص. لو انا خدت ان مثلا، يعني ايه، هو عموما في حاجه في اللغه اسمها فوناتيك او فوناتكس، او على اساس الماده اللي انت تتعلمها هي ايه. فالنقطة هنا ان العلم الصوتيات دوت بيدرس لي انا هتكلم ازاي. علم الصوتيات يعني هو كل حاجة بالصوت، هنطق ازاي، هتكلم ازاي، إيه فاهم دينيشن اللي هو علي صوتي او اوطي صوتي، اعمل ايه اللي هو علم الصوتيات ده اصلا. يعني مثلا لما اي حد فينا بيسمع حد بيتكلم بيقول الله هو بيتكلم بسرعة قوي، الله هو نطقها ازاي، الله. طب يعني سبحان الله، انا وانا داخله الكليه كنت بقول ليه ماما ايه هو يا ماما الناس ماما بتاكل الكلام، تقول لي يا بنتي مش حاجه اسمها بتاكل. والله ماما بياكلوا الكلام بجد. يعني مثلا سبحان الله اللي هو بينطقوا بسرعه قوي. في ليه؟ هما مش بينطقوا بسرعه ولا حاجه، هما بيتكلموا زي ما انا بتكلم وزي ما انت بتتكلم وكل حاجه. بس الفكره هنا ان هما بيعملوا ايه. هما كل اللي بيعملوه ان هما اتعلموا فوناتيك كويس، علم صوتيات كويس. يعني في الصوتيات اصلا مش كل الحروف بتتنطق، في حروف بتختفي، وفي حروف اصلا ما بظهرش في الكلام خالص، زي حرف تي. لما باجي مثلا انطقه تمام هو ما بتنطق، يعني هو المفروض ان هو ما يتنطقش تي اصلا. هو لو هو بين ساكنين تمام بخفيه، تمام. فالفكرة هنا ان انت عاوز تتعلم كويس عشان تنطق كويس وتعرف اللي بيقول قدامك بيقول ايه ونطقها ازاي كده. نبدأ بالفوناتيك. يبقى اول حاجة استماع، انا هسمع كويس قوي. تاني حاجة انا هعرف صوتيات. تالت حاجة واللي مفيش فيها منها غنى تمام هي الجرامر. الجرامر دوت تمام من اهم الحاجات. اللي هو مثلا عشان لما اجي اكتب خطاب لحد او رساله لحد او اتكلم مع حد في الشارع، ما ينفعش مثلا يبقى هو مش صاحبي او مثلا حد غريب واتكلم معاه بطريقه انفورمال. احنا عندنا في اللغه فورمال وانفورمال. لما اجي اتكلم مع صاحبي غير لما اجي اتكلم مع دكتوري. يعني مثلا لما اقول له مثلا إيه لما اجي مثلا اتكلم مع هو هقول له انت. لما اجي اتكلم مع مدرس هقول له حضرتك. فهو كذلك برضه في اي لغه كده. فانا عشان اتعلم اللغه ما ينفعش مثلا يبقى معايا الفاعل مفرد واجيب الفعل جمع، ما ينفعش. انا لازم اتعلم اللغه كويس. لما اجي مثلا اكتب جمله كابيتال لازم اول حرف في الجمله لو كتبتها غلط. فهي كل حاجه بتتحاسب فيها. يبقى اول حاجه هنسمع كويس قوي، تاني حاجه هنتعلم فوناتيك، تالت حاجه هنتعلم جرامر كويس قوي. إيه من اللي بصوا، احنا لو عرفنا نسمع كويس هنعرف نكتب كويس. ولو عرفنا نكتب كويس تمام خلاص اللي قدامي هفهمه وانا هفهم هو كاتب لي ايه وكل حاجه. طيب اتعلم ازاي او منين او انزل سنتر او اعمل ايه؟ بص يا عزيزي، كل حاجه موجوده على اليوتيوب. كل حاجه تمام متوفره على اليوتيوب. كل حاجه متوفره في السنتر برضو. بس لو انت هتقدر انك تنزل مثلا تاخد اقل كورس، هما باسعار غاليه بصراحه، يعني تقريبا اعلى ب5. فانت لو هتتعلم من حد كويس وتنزل سنتر كويس جدا. طيب مش هنزل سنتر، استمر ازاي او اعمل ايه؟ بص يا صديقي، بص، هو الفكره هنا ان انا عشان اتعلم مع نفسي لازم فعلا ابقى منضبط مع نفسي. ما ينفعش مثلا اللغه بتاعتي مثلا يعني انجلش وانا عايز اتعلم انجليزي، ما ينفعش اسيبها شهر تمام وارجع لها تاني، لا. اللغه ديت على طول على طول. يعني كان الدكتور بتاعنا الله يصلح حاله يقول لنا كل انت في مجال لغات، يعني انت عاوز تذاكر 48 ساعه في 24 ساعه، عايز تسمع كتير وتكتب كتير وتحفظ كلمات كتير وتعرف كل حاجه. سيبك من شخص يقول لك مش مهم تحفظ كلمات، مش مهم تحفظ مش مهم تحفظ جمل، مش مهم تحفظ ايديومز. الايديومز دي اللي هي بتكون مثلا كلمات متكونه مع بعضها وبتديني تعبير معين. يعني زي مثلا not out of the woods اللي هو مثلا لم ينتهي الامر من بعد.
فالفكره انك لو حفظت اصلا الايديومز ديت انت اصلا هتلاقي نفسك بتنطق كويس وتنطق بسرعه. فسيبك انت من واحد بيقول لي إيه على فكره ان مس ايمان، قلت له نعم، قال لي على فكره حفظ الكلمات مش مهم، قلت له ليه؟ ما هو ده عزيزي العزيز، هو الفكره هنا ان انا لو ما عرفتش الجمله اللي هي بالعربي انا مش فاهم حاجه، يعني انا كايمان عربي اللغه بتاعتي عربي، فانا لو الجمله اللي انا مش طيب هتكلم ازاي وهتعامل ازاي مع البشر اللي انا المفروض اتعامل معاهم اصلا. فعزيزي الايديومز، احفظ ايديومز كتير قوي، واحفظ جمل كتير قوي، احفظ كلمات كتير، بص احفظ كتير قوي. طيب انا بحفظ وبنسى، اعمل ايه؟ بص يا حبيبي، إيه اللي هو يعني مثلا وانت قاعد ما تقولش انا هحفظ 50 كلمه في يوم، ده لو حفظت 50 كلمه في اسبوع فانت بيرفكت بصراحه. فانت وانت بتحفظ احفظ بورقه وقلم واكتب الكلمه كتير تمام، وبص عليها وانطقها نطق كويس، عشان وانا بتعلم من الاساس تمام. يعني ايه ما تعملش كرفله لحاجه، لا وانت بتنطق حط في حاجات كتير جدا بتنطق صح. فوانت بتنطق يعني في جمله قابلتني انا مش عارف اقراها، مش عارف هتعامل معاها، لا ومش عارف ايه، لا حطها واسمعها كتير وانطقها تنطقها. طيب انا حاليا هبدا، احنا قلنا خلاص ان الانسان يسمع كويس ويتعلم مفردات ويتعلم جرامر، دول خلاص دول اساسيين اصلا. طيب انا دلوقتي تمام عايز اعمل حاجه، هي ايه؟ ان انا هتبدا بالحروف، لازم ابقى عارف الحروف كلها بتتنطق كويس ازاي، والارقام وكل الاساسيات اللي هي ايه. يعني بصوا احنا عندنا 3 مستويات 3 ليفل، 1 2 3، A في 2 وبي في 2 وسي في 2. لو انا انجزت بي و2 فتيه عظيم قوي، هسافر واشتغل في كول سنتر واعمل كل حاجه انا عايز بيه. لو وصلت السي يعني ربنا معاكم يعني، بس الفكره ان احنا لو وصلنا للبي و2 فدي انجاز عظيم قوي. طيب انا هبدا ازاي؟ خلاص اتفقنا ان احنا عندنا الحروف كويس قوي والارقام كويس قوي. هتخش يا عزيزي لو مثلا دخلت مثلا على ايه، على اليوتيوب، هتلاقي الناس اللي هم منزلين فيديوهات ديت تمام، منزلين مثلا الليسته تمام، ومنزلين فيها مثلا ايه كده، وعاملين اللي هو الكورس اصلا مجمعينه كله مع بعضه. اسمع بالترتيب، هم اصلا انت هتلاقي حلقه 1 حلقه 2 مكتوبه بالعربي كده، حلقه 3، فانت اسمع بالترتيب، ما تبداش ب 45 44، لا ابدا ب 1 2 3 4 5. هتلاقي اصلا هو بادئ، هتلاقيه بادئ بالحروف مره، الالوان مره، الحيوانات مره، اللي هو الاعشاب والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي تفرق معايا في ايه؟ هي اول حاجه انا لو خدت يعني لو انا اتعودت ان الكلمه السهله دي بتنطق كده، بالتالي يعني الكلمه الصعبه او الكلمه اللي هي معقده والحاجات دي كلها انا هعرف انطقها، فاهمين؟ فالفكره ان الواحد لما بيجي يبدا ما فيش حد بيطلع السلم مره واحده، لا ابدا بالراحه. طيب لو انا اصلا مش خلاص كده، طيب لو انا اصلا مش في مجال اللغه، يعني انا اصلا انا عايزه اكتسبها كده، طيب انا هعرف اكتسبها وهعرف انظم وقتي. نظم وقتك ازاي؟ لو كل يوم نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقايق، بس ما تسيبش اللغه خالص، ما ينفعش تسيب اللغه خالص. يعني انت لو اللغه دي بتتنسى بالظبط، يعني بجد اللغه بتتنسى. لو انا اصلا لو يعني سبت المذاكره من غير يومين 3 برجع مش عارفه حاجه. فلازم كل شويه نراجع عليها، كل شويه نراجع عليها، كل شويه لازم. طيب اللهم صل وسلم وبارك. وعلى فكره انا اعرف ناس في تمريض وفي اسنان وفي طب وفي تجاره بيتعلموا ما شاء الله اساسيات وبيتكلموا فعلا احسن مننا، يعني احنا احسن مننا كلغات وترجمه، هم بيتكلموا احسن مننا. فما تقعدش بقى تحط في دماغك يعني ايه اللي هو يعني انا لو خدت كورس هبقى زيه، انت ممكن تبقى زيه وتبقى احسن منه، بس الفكره انك مثلا زي ما قلت لك استمر على طول، اتعلم على طول، اقرا على طول. القراءه على فكره تمام، القراءه ديت يعني القراءه والكتابه والاستماع. يعني مثلا لما اجي اقرا حاجه تمام، في حاجات بتعلق معايا، زي مثلا لما بنيجي نقرا روايه او بتاع، حاول انك تقرا، ولما تيجي تقرا حاجه مش فاهمها حطها على جوجل ترجمها واسمعها واسمع النطق بتاعها كويس تمام، هتلاقي اصلا الدنيا اصلا بدات تظبط معاك جامد. فالفكره ان الانسان لما بيحط في دماغه حاجه بيوصل لها والله. فابدا واستعيذ بالله، ولما تيجي تبدا مع حد تمام، ابدا مع حد يعني الجنسيه بتاعته نفسها اللي هو اللي بيتكلم بيها. يعني في ناس كتير جدا لو بحثت عن الالمانيا او الانجليش او الفرنساوي او الحاجات دي كلها اصلا هتلاقي مثلا ان هو في ناس كتير قوي قوي منزلين، يعني بجد منزلين، في اصلا السيرش بتاعك بيطلع كتير. طيب اتعلم من مين؟ بص يا عزيزي، لما تيجي تاخد علم من حد خده من الجنسيه بتاعته، يعني خده من اساسه اللي هو مثلا ايه، هو مثلا دكتور جامعه بس نفسه الماني، يعني اللغه بتاعته
الجنسيه بتاعته الماني، ايوه ده زي الفل، انا هاخد منه تمام. وانت في البدايه كده تمام، انت هتعمل كذا، انت اكيد هتعمل سيرش، او انتوا اكيد هتعملوا سيرش. فالفكره انك لما هيطلع لك فيديوهات اسمع كتير، وفي الاخر خليك مع 2 أو 1 بكتير. يعني احسن حاجه انك تخليك مع 1، ان انت اصلا هتعلق معاه اسلوبه يتعامل، فاهمين اللي هو كواحد بيجرب سنتر بالظبط. فالفكره هنا انك لازم تاخد من 1. ان مثلا انا مثلا لما اطلع ان شاء الله ابقى دكتوره الماني تمام، او مثلا اتاسس في او اتخصص في الالماني يعني. طيب انا اصلا عربي يعني، فانا اكيد مش هنطق او مش هعمل او مش هديك المعلومه زي واحد دكتور الماني نفسه اصلا، يعني الجنسيه بتاعته الماني. إيه، وانا بصراحه ما اعرفش حد الماني متخصصين قوي في الالماني، بس انا في واحده اسمها ميرا، ما اعرفش والله هي المانيه ولا لا، بس انتوا ممكن تسمعوها. يعني بصراحه هي كويس، والجرامر بتاعها جامد، والفوناتيك وكل حاجه كويسه. فالفكره هنا انك لما تيجي تاخد حاجه، لان بص هو العربي كده كده هيغلط تمام. وممكن بقى مثلا تعمل ايه، تاخد ان هو لو هتسمع من حد ممكن تسمعوا افلام، إيه مسلسلات. هم اصلا المسلسلات دي بتكون مثلا مكتوبه، بس اكتب A1 يعني وانت بتعملوا بحث اكتبوا A1. الافلام دي والحاجات دي اصلا بتكون مكتوبه باللغه بتاعتها ومكتوب بالعربي، فدي بصراحه يعني بيفرق. طيب ممكن اخد الجرامر والحاجات ديت من واحد عادي، لكن كاستماع لازم اسمع من اساس اللغه، يعني لازم اسمع واحد بيتكلم. سلام.